نبتدي اخبارنا من النادي الاهلي وكل الناس قاعده قلقانه. هو وسام ابو علي رايح على فين؟ حتى الان وانا بكلم حضراتكم 10 مليون دولار هو الرقم اللي محطوط في وسام ابو علي. هل النادي الاهلي هيوافق؟ هل هناك البديل؟ النادي الاهلي ينتظر 13 مليون دولار في وسام ابو علي، ثم بعد كده ياخد القرار. ده القرار اللي مجلس اداره النادي الاهلي حطه في الكواليس المغلقه. 13 مليون نبص على الشغلانه ونشوف الدنيا راح على فين. اقل من 13 مليون خليه قاعد. الرقم ده يعني ايه؟ الرقم ده بيقول ايه؟ دي نجاحات الصفقات. هنا تعد حضرتك جبت بكام وبعت بكام، وهي دي الشغلانه. الشغلانه قايمه على كده، لان بعض الناس بتشوف ان ازاي ابيع ازاي اشتري. مفيش نجاح منظومه من غير ما تبيع وتشتري. لو ما جاتش العروض المأمولة، وسام ابو علي مكمل في النادي الاهلي. هل النهارده وسام ابو علي هيتعدل عقده؟ ايوه، في النهارده فئة السوبر ستار داخل النادي الاهلي وسام ابو علي وامام عاشور وزيزو موجود اوريدي، وتريزيجيه موجود اوريدي، والشناوي رايح لها. دول الناس اللي هي الاعلى او السوبر صفقات او السوبر ستار داخل فريق النادي الاهلي.